الشوارع والميادين، ولكن بعد هذا التقرير. ترقب وحذر يسودان المشهد السياسي والأمني في مصر أمام دعوات الاحتجاج في جمعة غضب جديدة ضد تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وفي خطوة توضح مدى تخوف النظام العسكري من تصاعد حدة الاحتجاج، أعاد السيسي نشر وحدات من قوات الجيش في عدد من الميادين والطرق الرئيسية، كما عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط الميادين العامة في القاهرة، وأغلقت محطة مترو أنفاق السادات المؤدية إلى ميدان التحرير. يأتي ذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة جرت في عدد من المحافظات وطالت عشرات الشباب من مختلف التيارات السياسية. ورغم استمرار أسباب الاحتجاج منذ أعلن السيسي انقلابه العسكري قبل نحو 4 أعوام، يأتي تمرير الاتفاقية ليعيد إلى الشارع السياسي كثيرا من الحيوية في مجابهة النظام العسكري. فقد كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة أن نسبة من يرون مصرية الجزيرتين تبلغ نحو 47%، مقابل 11% فقط يرون أنهما سعوديتان، بينما يجهل 42% تبعيتهما، ما يدل على نجاح القوى السياسية في مجابهة مساعي النظام وآلاته الإعلامية لإثبات مزاعمه بسعودية الجزيرتين. ومقابل هذا النشاط السياسي عادت قوات الأمن إلى عهد الملاحقات لا تفرق فيه بين من أيد الانقلاب أو سعى للتقرب من نظامه وبين من عارضه منذ اللحظة الأولى، فكان مصيره القتل أو الاعتقال. الشعب نساء الطين، مجلس الشعب نساء الطين، وانت رئيسك والتسمين. ورغم فرض حالة الطوارئ، استطاعت أحزاب وحركات سياسية كانت معروفة بتأييد الانقلاب العسكري تنظيم احتجاجات صغيرة خلال اليومين الماضيين، تعرض في إحداهما المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي للاعتداء البدني من قبل قوات الشرطة التي هددت بتكراره حال نزولهم إلى الشارع مرة أخرى. وبين الحشد الأمني والتحشيد السياسي المضاد، تمثل انتفاضة الغضب اختبارا حقيقيا لمستقبل المعارضة في ظل نظام يتعمد إخراسها ويستأثر وحده بكل أسباب البقاء وإن كانت على حساب الأرض المصرية. ومشاهدينا، نتابع ما يحدث في